ده كده اول حاجه. الساعه 5:50 ولسه ما بدأ، يعني يا دوبك جهزنا الاكل لكن لسه ما بدأنيش. اللي هو ايه ده ما اعرفش. يعني انا كده ده غسلنا الخضار، الخضره اتقطعت. دي صلصه بس انا عاملاها مكعبات عشان بجيب البوكس على بعضه واعمله مكعبات واحطه في الفريزر يعني. وهنا كده ده دي الطماطم، احنا بنجيب طماطم ونصلصها في الفريزر. ماشي. دول 2 كيلو رز، ودي فرخه وعليها ورقتين زياده، وده كيلو فلفل. هستخدم اللي هستخدمه والباقي هيتركن. طبعا كان نفسي يبقى فيه ورق عنب بس مفيش يعني. وهنا كده ده البصله اهي، هي لونها اغمق في الفيديو عن البتاع. وهنا دي الميه اللي هسلق فيها الفراخ. هنزل فيها دلوقتي القرفه وورق اللوري والحبهان، وبعد كده احط بقى الفراخ بتاعتي اللي انا اصلا دعكاها. يعني الفراخ اهي انا دعكاها ببصل وملح وفلفل. الخلطه دي بتخلي تودي طعم الفراخ في حته تانية يعني، بجد بتنقلها نقله معديه بصراحه يعني. فنشوف كده نكمل الفيديوهات معاكم. نزلنا بقى بالصلصه. تمام. نضيع طعم الماده الحافظه بتاعتها وبعد كده ننزل بالطماطم. ننزل بقى بالطماطم. ممكن بقى طماطم فريش تبقى معموله في الخلاط، وممكن طماطم زي احنا عاملين كده. احنا بنعملها كده، بنختار الوقت اللي الطماطم فيه بتبقى رخيصه وبنشتريها ونصلصها. تمام. فهغطيها بقى واسيبها تتسبك يعني تسيح، وبعد كده نحط الحياء ونسبكها. هي يعتبر متسبكه لان هي تقيله جدا، بس احنا هنسيبها شويه يعني. دي كده الفراخ انا حطيت لها بقى عود قرفه وحطيت ورق اللوري. البصل بقى طالع على الوش اللي هو كان انا دعكه الفراخ بيه. تمام. تبتدي تغلي، حطيت لها ملح وفلفل واسيبها بقى ايه تستوي. بتاخد تقريبا 40 دقيقه، او هو اكيد 45 دقيقه. وساعات في فراخ بتبقى حجمها صغير شويه، ال 40 دقيقه بيخلوها مستويه جدا. بس انا بسيبها ل5 ساعه الا ربع بالظبط من اول ما تبدا تفور، يعني اول ما تبدا تغلي كده ابتدي احسب 45 دقيقه واطفي عليها البوتاجاز واطلعها عشان احطها تتبيله وادخلها الفرن. كده الصلصه ساحت. بصوا بقى، هي يعتبر كده خلاص هي متسبكه، والزيت خلاص ابتدى يطلع على الوش اهو. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وشطه وسبع بهارات. في مكون تاني بقى وهو الاهم في المحشي اصلا اللي هو النعناع، بس ده بنحطه في الاخر بعد ما نحط الخضره بتاعتنا. خلاص. فانا هظبط بقى الحياء وادوقه وابتدي انزل بالرز. نزلنا بالرز. طبعا ما صورتش وانا بنزل الرز عشان ساعات الرز بيروح كب مني جوه الحله بيغرقني صلصه، يعني بتسلخ من الاخر. عشان كده ما رضيتش اصور وانا بعمله. فانا ايه هفصل اكمل تقليب عشان مفيش حد يصورني، وبعد كده نشوف بقى نحط الخضره بتاعتنا لما نحس ان الرز كده اتشرب الصلصه دي. الخطوه دي كمان من الحاجات الجميله قوي اللي هي زي النعناع كده. النعناع بيدي المحشي طعم تاني خالص. شويه البصل دول المفرومين اللي بتحطيهم مع الخضره وبتقلبيهم في الاخر بعد الرز ما يقعد في الصلصه شويه، دول من الحاجات العظيمه جدا اللي بتخلي المحشي طعمه تاني في حته تانيه، يعني اللي هو بيعديه كده ليفل الوحش من الاخر. فبتفرق جدا في الطعم بتاعه. ننزل بقى ايه الخضره شويه شويه ونقلب عشان الحله صغيره. هنا كده دول شويه النعناع اللي انا حطيتهم، بطلت اغبط منهم. دول شويه النعناع اللي انا حطيتهم. تمام. هقلبهم برضو مع نفسي كده عشان برضو ايه مش هعرف اقلب وانا بصور. بعد كده نروح بقى نقعد نحشي المحشي ده بقى. ده عايز قعده بصراحه يعني، استحاله النهارده ان انا اقدر اعمل ده كله وانا واقفه. انا كده بقى ايه خلاص حطينا حاجتنا بقى، نقعد بقى نعمل ايه نعمل المحشي. نحشي الكميه دي كلها وبعد كده اصور لكم بقى بقيه الفيديوهات. حسيتي انك عايزه تعملي كده؟ طبعا عملنا حله محشي اهي، والتانيه بتتحشي اهي. خلاص يا منى كفايه. كفايه الرز ده هنعمل فيه ايه؟ نشربه الفيس. هنعمله على اللحمه كان حياتنا جميله ايام ما كنا بنزغرط. طب زغراتي يا حبيبتي زغراتي. ساعه ما نسقي المحشي. راسك انتي.
دي كده الحله التانية. الحله الاولانيه بتنجان، الحله التانية كوسه وفلفل. ماشي، نسقيها بقى بالشوربه ونغطيها ونسيبها تستوي. الفراخ استوت طبعا، لسه بعمل لها تتبيله واصورها معاكم. الساعه كام؟ الساعه 6 ل 10. تمام، ساعه الفراخ اتعملت. تمام. هنا دي حله محشي خلاص. دي الحله التانية. ماشي، يستووا بقى نص ساعه. اول ما يستووا كنا تبلت الفراخ وشلتها دخلتها الفرن. دي كده التتبيله خلاص عملتها. عباره عن طماطم، حبيتين طماطم وبصلايه صغيره، كام فص ثوم، قرن فلفل، نص ليمونه. تمام. ملح وفلفل وسبع بهارات وشطه وبابريكا ومعلقه سكر، لو في عسل نحل يبقى بدل السكر. تمام. وهحط فيها الفراخ، اقلب فيها الفراخ وارصها في الصينيه. دي كده بقى ايه التتبيله. تمام. وحوحه بجد، يعني الناس اللي ما بتحبش الشطه ما ينفعش تاكل من تحت ايدي. الاكل سبايسي على الاخر، يعني اللي هو حاجه كده نار. فانا كده تبلتها، ادخلها بقى الفرن. تمام. طبعا حاطين في الصينيه كان زيت تمام خالص، وحاطين زيت مع التتبيله مع الحاجات بقى اللي انا قلت عليها في الفيديو اللي فات. ونشوف بقى شكلها لما تطلع وتاخد وش رهيب. دي الفراخ طلعت من الفرن. هو مش محروقه يا جماعه، هي اللون ده كده حلو قوي، احنا بنحبه كده. لون جميل. لو انا واقف جنبي حد عمال يصفر للاكل. ايه منونه بتعشقها هي كده، قالت لي انا عايزاها محروقه، يعني لونها محمر قوي. فده كده شكلها اهو. خلاص، استنى بقى بقيه الرز الجاي. ده كده خلاص خلصنا خلاويص. نبتدي ندخل بقى على الاكل على طول. ابتدي بقى ارص الفراخ، بس اطلعها احطها في طبق تاني سيرفيس واقدم بقى على كده.